السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين وفي اتم صحة وفي اسعد حال دايما يا رب. عايزة اشكركم جدا على اللايك والشير وعلى تعليقاتكم، وبرحب بكل المتابعين الجداد وبتمنى منهم انهم يفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد. وكمان يا ريت تكتبوا في التعليقات اخبارهم ايه وايه ارائهم في الرسائل بتاعتنا، وطبعا ما ينسوش اللايك والشير الكتير علشان يدعموا القناة، علشان القناة تكبر بيكم. اما بقى معانا رسالة النهاردة، هي رسالة مختلفة شوية، رسالة من حبيبة لحبيبها. رسالة عايزة تقول فيها كلام كتير قوي لحبيبها، وتبين له قد ايه هي بتحبه، وقد ايه هي عمرها ما تتخلى عنه او تنساه او تفكر في حد غيره. وده لان حبيبها غالي عليها جدا جدا، ولكنها في الفترة الاخيرة كانت متخبطة شوية، او يمكن شافت حاجات كتير ما كانتش فاهمة هو يقصد من وراها ايه، وهل هو فعلا قصد تصرفات دي وقاصد ان هو يبعد عنها، ولا ده كان مجرد احداث عابرة مش هتتكرر. فالحبيبة هنا بعت رسالة بتقول فيها لحبيبها: يا أغلى حاجة في حياتي، يا حب عمري، يا اللي عشت ليل ونهار أحلم بيك، وبفكر لو بقيت معايا هتبقى فرحتي عاملة ازاي. يا أغلى حاجة ليا، يا فرحة دخلت قلبي اتمنيت انها ما تخرجش منه أبدا. يا ترى عامل ايه؟ يا ترى فاكرني ولا انا ما بجيش في بالك اصلا؟ عايزة اعرف بجد انت عملت معايا كده ليه. عايزة اعرف ايه السبب وايه السر في طريقة تعاملك معايا. انا واحدة حبيتك واديتك كل حاجة، مشاعر وحب وتقدير. ما كنتش بخطي اي خطوة غير باذنك، ما كنتش باخد اي قرار غير لما برجع ليك الاول. كنت بشاركك في كل حاجة، في كل حاجة تخصني. كنت بحكي لك اسرار عني عمري ما حكيتها لحد. كنت عارف كل حاجة عني وعن اهلي. كنت انت كده بطلي الكبير، البطل اللي طول الوقت بفكر فيه وشايفة ان هو هيكون بطل حكايتي. لكن للأسف كنت بطل حكايتي فعلا، بس حكاية الألم، حكاية الوجع. ما ادتنيش الحب اللي انا كنت بحلم بيه، ما فرحتنيش بنفس الطريقة اللي انا كنت رسماها. كنت كل تصرف مني واهتمام كنت بتواجهه ببرود وان هو امر عادي. وايه يعني؟ ما كل اللي زيك بيعملوا كده. طب ما انت بتحبيني فطبيعي انك تعملي كده. امال يعني لو انت مش بتحبيني هتعملي ايه؟ بتكرهيني يعني فهتبطلي تجيبي لي هدايا؟ طبيعي انك تجيبي لي هدايا في عيد ميلادي. طب ما انت ما بتجيبليش هديه في عيد ميلادي، ما بتفتكرهوش من الاصل. حتى كل سنه وانت طيبه بتستكترها عليا، وساعات بتقولها وساعات كتير قوي ما بتقولهاش. بقيت بموت معاك بالبطيء، حبي منك اتخنق. ما بقيتش عارفه احدد هو انت فعلا بتحبني ومشغول وانا اللي طلباتي زياده وتافهه وبركز في تفاصيل ملهاش لازمه زي ما كنت بتقولي، ولا انت كنت مجرد كده بتسلي وقتك معايا وبتضيع وقت. انت مفيش في حياتك حد غيري وقتها. ف وايه يعني؟ اديني معاكي لحد ما يظهر جديد. غالبا ده كان رأيك، ان انت بتقضي وقت، بتقضي وقت لحد ما تلاقي صيدة تانية آه عليها العين اكتر. يمكن تكون احلى مني، يمكن تكون اجمل مني، يمكن يكون في مصلحة من وراها اكبر. انا كنت بسيطة وغلبانة، كنت بحبك بس كنت مش عارفة ان انت بتهتم بالماديات، وان طبيعي بالنسبة لك ان انا اجيب لك هدية وادفع فيها مبالغ وارقام كبيرة. ما كنتش متخيلة ان انت شايف ان عادي اقول لك تعالى نخرج فانا اللي اعزمك. وارد ان انا اعزمك مرة اتنين، لكن ما يبقاش هو ده الطبيعي. وان لما ما اعملش كده او اقول معلش اصلا انا مش معايا فلوس دلوقتي او مش عامله حسابي، الاقيك تزعل وتتعصب عليا وتلغي الخروج اصلا. دي معناها مش حلو. امال انت راجل ازاي؟ يعني الرجال يعني معروفين ان هما اللي بيصرفوا، هما اللي بيشيلوا، هما اللي بيفرحوا اللي معاهم. طبيعي ان انا احاول افرحك، بس برضو الطبيعي ان انت تكون مهموم بانك ازاي تساعدني. بتفكر فيا وشايل كده في دماغك جزء خاص بيا. هتجيب لي ايه؟ هتفرحني ازاي؟ هتخرجني فين؟ هتعمل معايا ايه؟
مش عادي اديني شفتك زي ما شفتكيش، خرجنا زي ما خرجناش، جبتلك هدية، لا ما تستنيش مني هدايا. كان تعاملك غريب، وكمان كلامك عن مستقبلنا ما كنتش فاهماه. كنت كل ما اكلمك على المستقبل وان احنا هنعمل بيتنا ازاي، وانت عايز شايف بيتنا شكله ايه، طب لما نجيب ولاد هنسميهم ايه، كنت الاقيك بتغير الموضوع وبتبتسم كده ابتسامة سخرية، وكانك بتقولي ياه انت خيالك واسع قوي، انت متخيلة ان انا هتجوزك. ما كنتش بتقولها ببقك، بس كل حركاتك وكل تصرفاتك ونظرات عينيك كانت بتأكدها لي. صحابي القريبين مني كانوا بينصحوني ابعد عنك، ما صدقتهمش، افتكرتهم غيرانين منك، وغيرانين قد ايه ان انا بحبك وقد ايه انت سعيد معايا، فعايزين يفسدوا السعادة دي. ومع الأسف كنت بصدقك انت وكدبهم هم. تخيل، بعدت عنهم علشانك، عشان انت ما كنتش بتحب ان انا اخرج مع حد. لا، مفيش صحابك، انا اهم من صحابك، لا ما تروحيش في حتة من غيري. وانا زي الهبلة كنت بمشي ورا الكلام ده كله، فاكرة ده بس ده انت بتغير عليا، ده انت مش عايزني اضيع وقت مع حد غيرك، انت بتحبني قوي. اتضح ان لا، انت مش عايزني اكون مع حد عشان ما يفتحش عينيا على عيوبك، علشان يبقى عندي طاقة وعندي جهد وفلوس ووقت اضيعهم عليك. الحاجات دي لما اكتشفتها بعدين حسيت قد ايه انا كنت مغفلة، حسيت قد ايه انا ضيعت من وقت كنت ممكن استفيد بيه في حاجات تانية. حتى على الاقل لو كنت فضلت قاعدة في البيت او في شغلي بس واستنى شخص يحبني بجد، شخص يحبني عشاني، عشان نفسي، عشان شخصيتي، ما يهموش انا عاملة ازاي قوي. انا مش وحشة، بس انت كنت بتحسسني ان انا وحشة، او ان انا قليلة عليك، ان انت تستاهل واحدة احلى مني بكتير. انا كنت باخد الكلام ده عادي بهزار، بس لما بقعد وافكر فيه شفته قد ايه ان هو كلام يوجع، وان انا مادام مش مالية عينك يبقى ما ينفعش اصلا يكون في ما بيننا كلام او ملامح لاي قصة حب. لان اللي بيحب بجد بيشوف حبيبته او حبيبه احلى واحد في الدنيا، حتى لو هو كان شكله وحش جدا، ان هو بيشوفه بعين المحب. انت بقى بالعكس، كنت بتحاول طول الوقت تهز ثقتي في نفسي وثقتي في اللي حواليا، وعايزني ما صدقش حد غيرك انت بس، وما بقاش مع حد غيرك انت بس. وفي نفس الوقت انت ما كنتش بتحسسني ان انت هتعمل ده علشاني، انك انت مثلا هتفضي نفسك ليا، هتتفرغ لي، هيبقى وقتك وفلوسك علشاني. ما كانش بيحصل. علشان كده لما جه البعد كان بوجع كبير قوي، وجع انا مش فاهماه ليه اصلا كان من البداية موجود. لو انت حقيقي ما حبتنيش، ليه وافقت من البداية ان احنا نرتبط؟ ليه كملت معايا واوهمتني بقصة الحب؟ اي نعم ما كنتش بتبذل مجهود خرافي وفظيع، بس كفاية انك كنت تتصل بيا وتتكلم معايا وتقولي وحشتيني. كفاية انك كنت اما اجيلك تقولي يا بحبك، انت فاكراني، متشكر قوي يا حبيبتي. كلمة حبيبتي دي عهد، ضحكتك ليا كانت عهد، ليه خنت عهدك معايا؟ يا ريت تفهمني، لان بجد دماغي هتتفرتك. عايزه اقولك انك رغم الوجع اللي وجعتهولي، ورغم ان انا مش حاسه بصدق مشاعرك ناحيتي، الا اني لحد دلوقتي مش عارفه اتجاوز علاقتي بيك. مش عارفه اتخيل ان ممكن احب حد غيرك، او اني ممكن اسمع كلمه بحبك او يا حبيبتي او وحشتيني من غير منك انت. رغم ان انا بقيت تقريبا متاكده انك انت كنت بتقولي الكلام ده تمثيل ومش من قلبك بجد، وان انت معايا تسلية وقت وتضييع وقت، بحاول ارجع لحياتي الطبيعيه حاجه في حاجه. بس مع الاسف صحابي القريبين مني كنت قطعت علاقتي بيهم، فالرجوع ليهم ما بقيت مش عارفه ارجع لهم ازاي. بقيت حاسه ان انا مكسوفه اقول لهم انتوا طلع معاكم حق،
وانا دلوقتي جايه لكم عشان مفيش قدامي غيركم. تخيل ممكن يعملوا معايا ايه؟ هتتريقوا عليا ولا هيقبلوني ما بينهم من تاني علشان يا حرام صعبت عليهم؟ انت عملت معايا حاجات وحشه قوي. اكتر حاجه ممكن انسان يأذي بيها حد ان هو يحسسه ان هو قليل قدام نفسه. علشان كده انا بعتلك الرساله دي واقولك ان انا مش مسامحاك، مش مسامحاك على اي حاجه عملتها معايا، على اي كذب كدبته عليا فيه، على خداعك ليا باسم الحب، على كدبك ليا بانك حبيتني وبتحبني وان انت هتكمل معايا للاخر. وبرضه عشان افوق نفسي وافضل طول الوقت فاكره اللي انت عملته معايا، واعرف قد ايه انا كنت هبله وساذجه وعبيطه، وان انا مش هسمح لحد ابدا يعمل معايا كده تاني. لكن بدعي ربنا ان هو يعيني ان انا انسى اللي انت عملته معايا وارجع انسانه تانية طبيعيه تحب الحياه وتحب اللي حواليها، وانك ما تكونش السبب في ان افقد الثقه في اي حد يدخل حياتي او افقد الثقه في اللي حواليا. ممكن احاول كده ابص لنص الكوبايه المليان في علاقتنا، ان انت هتخليني شخص اوعى، شخص عامل حسابه دايما اللي قدامه، يسمع بس مش كل اللي يسمعه يصدقه. علمتني ان انا افكر واحلل الكلام، واني ما اسيبش نفسي كده فريسه سهله للصيد. متاكد دلوقتي ان انا عندي استعداد اشوفك واقف واتكلم معاك، وانا واثقه ومتاكده اني عمري ما هحن ليك تاني ولا هصدقك تاني، وان ان شاء الله عارفه ان انا قريب قوي هخف منك ومن وجعك ومن وهم حبك اللي عشت فيه سنين، وان شاء الله ان شاء الله ده هيكون قريب قوي. وبكده تكون انتهت رسالتنا النهارده، رساله من حبيبه موجوعه من حبيبها او اللي كانت فاكراه ان هو حبيبها. وده يعلمنا ان احنا ما ينفعش نخلي محور حياتنا يكون شخص واحد بس. ما ينفعش عشان انا بحب فلان اسيب صحابي واسيب قرايبي ولا ما اطلعش غير باذنه، ما قابلش حد غير باذنه، ما اخرجش غير باذنه. الكلام ده كله مش صح. طول ما انتي لسه في بيت اهلك ومفيش ما بينك وما بين الشخص اللي بتحبيه ارتباط رسمي، فانتي مش ملزمة تجاهه بأي حاجة. لما ادخل بيتكو ويبقى في ما بينكم خطوبة، في ما بينكم جواز، وقتها تسأليه وتستأذنيه ورايحة فين وجاية منين ويبقى على علم بالكلام ده كله. لكن طول ما انتي لسه في بيت اهلك، فاهلك هما اللي ليهم الكلمة عليكي. ممكن تعرفيه انا نازله مع اصحابي من باب العلم بالشيء وليس من باب الاذن. انا رايحه النهارده النادي، داخله سينما، رايحه فرح واحده صاحبتي، رايحه خطوبه، مش عادي بعرفه انا رايحه فين، لكن ما باخدش منه الاذن. الاذن ده يتاخد من بابا في البيت، هو اللي مربيكي وهو اللي بيصرف عليكي وهو اللي ليه الحق ان هو يتحكم فيكي طول ما انت في بيته. لكن لما تتجوزي وقتها نقول جوزك يتحكم فيك، لكن ده شخص لسه مبقاش ليكي اي حاجة. ويعني احنا شايفين صاحبة الرسالة واضح ان هي اتنزلت عن حياتها الاجتماعية، وكانت يعني كانت مطيعة زيادة عن اللزوم لحبيبها ده. كانت بتخرج وبتدخل بإذنه، ما تقابليش صحابك، حاضر. صحابك دول شكلهم ما بيحبونيش وبيحاولوا يوقعوا ما بيننا، حاضر. ففجأة لقيت نفسها وحيدة لما هو بعد عنها، مش عارفة تعمل ايه، مش عارفة ترجع لصحابها تاني، وشايفة ان هي ممكن تروح لهم وتكلمهم. هيبصوا لها ازاي؟ يعني هي شايله هم نظرات صحابها ليها، هيبصوا لها ازاي؟ هيبصوا لها من اللي انت سبتينا عشانه دلوقتي سابك فانت راجعه لنا، خلاص ماشي وماله تعالي. فهل هيبقوا راجعين راجعه تاني وسطهم كصحبه بيحبوها، ولا يا حرام بنت منبوذه صعبانه عليهم؟ كل الحاجات دي تخلينا نبص ونعرف ان مفيش حد دايم، مفيش حد طول الوقت هيكون بنفس الطريقة معاك، وما تعرفيش بكرة فيه ايه. فلازم يكون لك حياتك المستقلة، لازم يكون لك اصحاب قريبين، لازم يكون لك اهل
عارفين انت بتعملي ايه ورايحة فين وجاية منين، لان اهلك هم امانك. لكن انك انت تقطعي الناس كلها علشان شخص واحد مش منطقي. انك انت توقفي احلامك وتخلي محور الكون بالنسبة لك شخص واحد مش صح. اتعلمي، خدي كورسات، اهتمي بنفسك، اهتمي بشغلك، انزلي جيم، العبي رياضة، خلي ليكي اهتمامات كتير، والحب حاجة منهم، بحيث انك لو ما نجحتيش في حاجة ما تبقاش ما عندكيش غيرها فتحسي انك انسانة فاشلة على كل الاصعدة. لكن وارد ان احنا ما ننجحش في قصة حب، دي مش نهاية الدنيا، هنقابل تاني وهنحب تاني ويمكن ربنا بعد عنك الشخص ده او ما خلاكيش تتوفقي في العلاقة معاه لان هو شخص مش كويس بالنسبة لك. ممكن لو انتوا الاتنين اتجوزتوا وبقيتوا تمام متعرفيش في المستقبل كان ممكن يحصل ايه يخليكي تندمي انك انت بداية تقولي يا ريتها ما كانت كملت. ففكري بعقلك شوية، والبنات يا ريت يشغلوا دماغهم شوية وما يخلوش الحب يعميهم. الحب حلو وجميل ومشاعر رقيقة ومشاعر بتخليك فرحان، بس لما تكون للشخص الصح، للشخص اللي يقدرك، للشخص اللي عارف قيمة الشخص اللي معاه، الشخص اللي بجد اللي بيسعى وبيجتهد علشان يكلل الارتباط ده بالنهاية ارتباط رسمي، ان هو عايز يسعدك، عايز يفرحك، مش واخدك كضمان وان انت موجود تحت اي ظرف وتحت اي بند من البنود وانك انت ملكش شروط، عادي كده 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 انت موجود عشان انت بتحبني. دي اوحش حاجة ممكن شخص يتعرض لها. فيا رب يسعد كل القلوب ويجبر بخاطر كل المجروحين. ودلوقتي اقول لكم سلام عليكم واستنوني مع رسالة حب جديدة، يا رب يكون رسالة سعيدة. سلام عليكم.